في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد الحدث تاريخي اللي غادي يبدل موازين القوى في القضيه الوطنيه ديال الصحراء المغربيه. مجلس الامن الدولي صوت واخيرا يوم 31 اكتوبر 2025 على مقترح الحكم الذاتي اللي قدمه المغرب من سنين طويله، ولكن السؤال الكبير شنو غادي يوقع دابا؟ واش بصح القضيه تسالات ولا باقي كاين اللي ما عجبوش الحال؟ خليني نفسر لك خطوه بخطوه، ولكن ركز معايا مزيان لان القادم مهم بزاف. المرحله الاولى الاعتراف الدولي الرسمي. منين مجلس الامن يصوت على الحكم الذاتي راه ماشي تصويت عادي، هذا القرار كيعني ان الامم المتحده كتعتبر ان الحل الواقعي العملي والنهائي هو الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه. بمعنى اخر، ملف الصحراء ما بقاش نزاع دولي مفتوح ولا قضيه ديال تطبيق حل سياسي. هذه الخطوه غادي تفتح الباب قدام المغرب باش يبدا المفاوضات التقنيه على التفاصيل، كيفاش غادي تنظم الحكم الذاتي، شنو الصلاحيات وشنو الضمانات الدوليه. المرحله الثانيه التحركات الاقليميه. هنا غادي تبدا الصدمه عند الجزائر، حيث القرار الاممي غادي يخليها في زاويه حرجه بزاف، يا اما تعترف بالامر الواقع وتقبل الحل، يا اما تبقى معزوله دبلوماسيا قدام العالم كامل. واش غادي ترفض؟ ممكن، ولكن الرفض هذه المره غادي يكون بثمن غالي. اولا فقدان المصداقيه قدام المنتظم الدولي، ثانيا احتمال فرض عقوبات اقتصاديه او سياسيه من طرف بعض الدول الكبرى، وثالثا حتى الداخل الجزائري الشعب الجزائري غادي يبدا يتساءل علاش باقي الدوله ديالنا والسياسيين ديالنا باقي كيصرفوا الملايين على ملف خسران. المرحله الثالثه المغرب غادي يمر للهجوم الايجابي. المغرب غادي يبدا يركز على التنميه في الاقاليم الجنوبيه، مشاريع جديده، موانئ، طاقه، استثمار، تشغيل الشباب، باش العالم يشوف بعينيه ان الحكم الذاتي راه ماشي غير هضره بل واقع على الارض. وغادي تعزز الدور ديال الدبلوماسيه المغربيه في افريقيا واوروبا وحتى امريكا اللاتينيه، اللي بزاف من الدول فيها غادي تعلن دعمها الرسمي للحكم الذاتي تحت السياده المغربيه. واش القضيه صافي سالات؟ تقريبا نعم، ولكن خاص المغاربه يكونوا واعيين. القضيه ما كتساليش غير بالتصويت، كتسالي بالثبات والذكاء والاشتغال المستمر. المغرب ربح المعركه السياسيه والدبلوماسيه، ولكن خاصو يكملها بالمعركه الاقتصاديه والاعلاميه. يعني كل مغربي خاصو يساهم بنشر المعلومه الصحيحه ويوقف في وجه الاخبار الكاذبه ويكون فخور ببلاده. الخلاصه اللي جا بعد التصويت ماشي نهايه الطريق بل بدايه عهد جديد، عهد القوه، الثقه والرؤيه الواضحه. وهذه المره المغرب ماشي اللي كيدافع، المغرب هو اللي كيقود، والمستقبل بلا شك صحراوي مغربي 100%. في الاخير نتمنى يكون عجبكم الفيديو. قولوا لي في التعاليق شنو رايكم، واش فعلا الجزائر غادي ترفض ولا غادي تخضع للامر الواقع؟ خليو لينا لايك وبارطاجيو الفيديو باش يوصل لكل مغربي يحب بلادو. كان معكم الطيب من قناه كود 212. عاش المغرب من طنجه للقويره.